كلنا سمعنا عن البنت اللي كانت عايزة تدخل كلية الطب، وصاحبتها غدرت بيها وغيرت رغبتها واختارت كلية تانية هي مختارتهاش من وراها. البنت المتفوقة اللي جابت مجموع يدخلها كلية الطب كانت فرحانة ومستنية التنسيق، لكن صاحبتها اللي كانت معاها في كل لحظة دخلت على حسابها وغيرت الرغبات وحطت لها كلية هي مختارتهاش، وكل ده من غير ما تقولها ولا تستأذنها. ليه؟ علشان الغيرة، عشان مش قادرة تشوفها ناجحة. البنت دي لما اكتشفت بعد فوات الأوان كانت في حالة انهيار، وحلمها ضاع ومستقبلها اتلخبط، وكل ده بسبب واحدة كانت بتعتبرها اختها. بس الحمد لله حقها راجع. اللي حصل مع البنت دي مش حالة فردية، دي قصة بتتكرر. كام واحد اتخان من صاحبه، كام واحدة اتغدرت من أقرب حد ليها. الصحوبية الحقيقية مش بالكلام، الصحوبية بالمواقف، بالنية، بالحب اللي مفيهوش غيرة ولا حقد. في ناس بتدخل حياتك عشان يهدوكي مش يخربوا حياتك، وفي ناس بتضحك في وشك وفي قلبها نار. اللي حصل ده لازم يعلمنا حاجة مهمة: ما تشاركش بياناتك الشخصية مع حد حتى لو أقرب الناس ليك. خلي دايما حساباتك متأمنة وباسورداتك مش معروفة لحد. اختار صحابك بعقلك قبل قلبك، لأن مش كل اللي بيضحك لك بيحبك. لو حسيت بغيرة أو تصرفات مش مريحة من حد، خد خطوة لورا وفكر كويس. الثقة غالية وما ينفعش تتوزع ببلاش. خلي دايما عينك مفتوحة وقلبك واعي، لأن الغدر ساعات بيجي من أقرب الناس. لو عجبتكم القصة النهاردة ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وشارك الفيديو مع أصحابك عشان الكل يعرف إن الصحوبية مش دايما أمين. اكتبولي في الكومنتات هل اتغدرت قبل كده، وايه اكتر حاجة علمتك تختار صحابك. سلام يا ابطال، وخليكم دايما فاهمين ان مش كل صاحب هو صاحب بجد.